مساء الخير، بونسوار توتي توس، مرحبا بكم أزول في اللون. أتمنى أن الصوت والصورة كل شيء على ما يرام في بداية البث. أطلب منكم مشاركة البث، التفاعل بالإعجاب حتى لا تكون لنا إشكاليات. لكن كما قلت لكم الموضوع هو الحملة المسعورة للنظام الجزائري ضد كأس إفريقيا 2025 في المملكة المغربية، رغم أنه ما نراه يعني هو عرس كبير، حدث كبير في المملكة المغربية. الكل مجمع بأنه ستكون ربما أحسن كأس إفريقيا في التاريخ، أكثر من مليون تذكرة، يعني رقم قياسي في عدد التذاكر التي تم اقتناؤها. بطبيعة الحال احتفاليات كبيرة من كل المنتخبات الوافدة للمملكة المغربية، استقبال في المستوى. لكن هناك عالم آخر، هناك دائما عالم آخر يعيش في زمن آخر، وهناك مشروع موازي بطبيعة الحال. أولا ما نبدأ به هو من طرف الجزائر. بطبيعة الحال تعرفون جيدا بأنه بالنسبة للحجز التذاكر أو شراء التذاكر، يعني هناك مباريات المنتخب المغربي سولد اوت، يعني بيعت كل التذاكر، والمنتخب الآخر الذي بيعت كل تذاكره هو المنتخب الجزائري. فسنسلط الضوء على التلفزيون العمومي الجزائري والقنوات الرسمية الجزائرية كيف تتناول الحدث بداية. في أخبار الرياضة، وفي كرة القدم غادرت بعثة المنتخب الوطني أرض الوطن على متن طائرة خاصة تأهبا للمشاركة في كأس أفريقيا 2025. وغاب عن الرحلة اللاعب حسام عوار بداعي الإصابة ليعوض باللاعب حماد عبد استناو نهاية التقرير. انتهى التقرير. غاب عن الوفد اللاعب هذا حسام عوار، وتم تعويضه بفلان بن فلان. لكن ألا تلاحظون بأنه في الجزائر أو في العالم الآخر تنقصنا معلومة مهمة؟ المنتخب الوطني الجزائري غادر الجزائر للمشاركة في كأس إفريقيا، لكن أين؟ في غانا، في الموزمبيق، في ترينيداد وتوباغو، في القمر، في المريخ، في الكوكب زمر. أين ذهب المنتخب الوطني الجزائري؟ أين ستجرى كأس إفريقيا 2025 في العالم الآخر؟ يعني تتخيلوا قناة رسمية التلفزيون العمومي الجزائري، ثم يأتيك أحدهم يقول لك لا، ربما خطأ، ربما قص، ربما نساو، ربما أوكي، نسمعوا، نحاولوا نبحثوا ونشوفوا، ربما نجد المعلومة في مكان آخر أين ستجرى كأس إفريقيا هاته. الفيضانات الأخيرة فضحت تواطؤ نظام المخزن وأبانت عن اختلالات في البنية التحتية، بنية تحتية مهترئة. ممكن نتحدث أيضا قبل أيام على الأقل بدينا نقتربوا. كأس إفريقيا ربما ستجرى عند نظام المخزن. هذا اسم بلد لا ندري. نشوفوا التلفزيون العمومي الجزائري واش راح يخبرنا. قليلا من انطلاق كأس إفريقيا رأينا ملاعب بين قوسين التي ستحتضن هذا الإفريقي رأيناها في وضعية كارثية وفي أسوأ حالاتها. يعني مفارقة غريبة عجيبة، يعني من جهة أقل أزمة تحدث في الجبهة الداخلية. ماذا نعني بالجبهة الداخلية؟ لأن السياسة الداخلية هي هذا أستاذ في العلوم السياسية. الحدث كروي كأس إفريقيا 2025 في المملكة المغربية. التلفزيون العمومي الجزائري جاءنا بأستاذ قال لك في العلوم السياسية من أجل أنه يتكلم لنا على كأس إفريقيا.
اذا كان السياسه الداخليه في المغرب على اقل ازمه سواء طبيعيه او غير طبيعيه لم يستطيعوا حل هذه الازمه او اتخاذ القرارات اللازمه او التخطيط المسبق لتفادي يعني ضحايا. شفنا في فيضانات اسفي يعني ضحايا ما يزيد عن 50 ضحيه، وبالتالي هذه الازمه الناتجه عن السياسه الداخليه، ناتجه على ما يبدو انه هناك يعني هشاشه في ما علاقة الفيضانات في أسفي مع كأس إفريقيا وتنقل المنتخب الوطني للعب عند نظام المخزن؟ مرة أخرى لما نتكلموا رسميا، لا وجود لبلد فوق وجه الكرة الأرضية اسمه نظام المخزن، صح ولا لا؟ لكن أنا معليش نقرأ ونترجم أنه هم يتكلمون عن المملكة المغربية وقالوا لنا بأنه الملاعب أو الملعب غير جاهز. الملعب الذي سيحتضن مباريات المنتخب الوطني غير جاهز، معناتها أن المنتخب الوطني في خطر. أنا قلت أن نروح قليلا إلى العالم الواقعي الذي نعيش فيه حتى يعني نشوف ما هو حال حقيقة إذا موجود إشكالية في الملعب أم الملعب جاهز. نشوفوا من جزائريين. On est bien arrivé sur Rabat, je ne vous ai pas montré ça encore, il est juste derrière moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a vraiment ça. Vous avez juste ici derrière la gare Henriette. On est vraiment super bien placé. Toutes les infrastructures ont été prévues pour les axes routiers, etc., des parkings souterrains. هنا هذا السيد الكريم يقول لنا بأنه خارج الملعب كل شيء على ما يرام، معناتها الأمور منظمة، الأمور كل شيء في مكانه، ما كان حتى إشكالية. لكن التلفزيون الجزائري يا جماعة القناة الرسمية، ماناش نتكلموا على قناة خاصة أو أمر مثل هذا، رانا نتكلموا على القناة الرسمية الجزائرية. التلفزيون العمومي يقول لنا بأنه إشكاليات وفيضانات والملعب غير جاهز وغيرها من الترهات. من نصدق حنا؟ شكون نصدقوا؟ نصدقوا التلفزيون العمومي الجزائري أم نصدقوا ما كنا نراه من ناس لا علاقة لهم؟ واحد يقول لك لا هذا خارج الملعب فيها تلاعب، احنا ندخلوا داخل الملعب وبصوت جزائري مرة أخرى حتى إذا كان من مواليد فرنسا. Je suis actuellement dans le stade où l'Algérie va jouer tous ses matchs. Regardez-moi ça. En tant qu'Algérien, franchement, le Maroc, pas mal, hein? Vraiment pas mal ce que vous avez fait. Très très bon. نعاودوا نركزوا جيدا. الملعب الذي سيستضيف مباريات المنتخب الوطني الجزائري في أبهى وأحسن حلة، ما عندناش ملعب مثل هذا ولو في أحلامنا. راكم شفتوا الملاعب التي تم تدشينها مؤخرا في الجزائر وكلفت ملايير الدولارات، راكم شفتوا الأرضيات تاعها كيف هي، خارجها مزابل، الطرقات غير يعني في وضعية كارثية، يعني غياب تاع بنية تحتية وغيرها من الأمور. الملعب 10/10 من الداخل، من الخارج 10/10، إذا كاين فوق 10/10 نعطيوها 20/10، يعني كل شيء في المستوى، سواء النظافة سواء التنظيم سواء معناتها التلفزيون العمومي الجزائري. يعني السؤال من أين جاء بهذه الروايات؟ هذا هو الإشكالية في العالم الآخر هذا الذي نعيش فيه. هذا هو الإشكالية اللي رانا نعيشها. معناتها عندنا واقع وعندنا عالم آخر. عندنا منتخب التلفزيون العمومي الجزائري يقول لنا بأنه لا نعرف أصلا أين سيتنقل، راح يلعب ما على بالناش وين راح يلعب المنتخب هذا. لكن قبل هذا ديروا أخذ ورد، نشوفوا نخليو المنتخب الوطني الجزائري جانبا ونشوفوا بعض الوفود التي وصلت إلى المغرب، كيف هي الأجواء، كيف هي الأمور، كيف هو الاستقبال. نشوفوا أنغولا، نشوفوا دولة أنغولا.
الصافرات، الرقص، الأجواء ولا أروع. نشوفوا على ما أظن المنتخب السنغالي إن لم أكن مخطئ. كأس إفريقيا، أجواء احتفالية، الناس فرحانة. المنتخب السوداني أيضا سودان 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 سودان. الابتسامات العريضة، الناس فرحانة. كأس إفريقيا في المغرب، المدن ولا أروع، التنظيم ولا أروع، البنية التحتية في المستوى، كل شيء على ما يرام. L'équipe du Sénégal est juste là, regardez. Ah ouais. Mané est là. Ah ouais, ah ouais. Allez, Sadio. Sadio. المنتخب السنغالي مرة أخرى حامل اللقب بطبيعة الحال، موجود تركيز عليه. أكيد أنه ما كان ولا مشكل. معناتها كل شيء في المستوى، الطرقات، المطار، الملاعب، الاستضافة، الناس فرحانة من كل جهة يعني. جو تاع كاس افريقيا بامتياز، الناس ترقص. هنا منتخب البنين، دونك شفنا تقريبا جزء كبير من المنتخبات، البنين، السنغال، السودان، الناس كل سعيدة، الناس تتراقص، الناس المهم فرحة كبرى. وقلت لكم خصوصا أنه تجرى كأس إفريقيا في ظروف ولا أروع في المغرب. موجود حالة شاذة وحيدة بطبيعة الحال. نشوفوا وصول أحد المنتخبات. هنا راكم تشوفوا بأنه الاستقبال من الفندق وكل شيء في المستوى. جنازة يا جدك. غياب كلي لأي تفاعل. شفتوا كل المنتخبات، الرقص، الناس فرحانة، رغم أنه الاستقبال تاع المنتخب الوطني بان لي أنه أصلا مختلف نوعا ما، معناتها تمر البن، ولو أنه كل المنتخبات استقبلت جيدا. الفرقة بطبيعة الحال اللي تخلق جو، يعني كل شيء في المستوى، إلا يعني اللاعبين وكأنهم في جنازة، يعني وكأنه جنازة ولا تفاعل، وكأنه هناك تعليمات من أجل يعني يتجاهلوا حتى الشباب اللي كانوا في الفندق بطبيعة الحال يستقبلونهم أحسن استقبال. القنوات الرسمية، لأنه قناة رسمية، قناة النهار هي قناة عمومية. يعني الفندق وملعب التدريبات، وأيضا كيف هي الأجواء هناك المناخية بمدينة الرباط. جو بارد نوعا ما كمان. عادي، ليس يعني نفس الجو الموجود في الجزائر، يعني حتى مقر الإقامة يعني عادي، وحتى نفس يعني ملعب تدريبات، يعني هي أمور عادية. المنتخب الوطني من خلال جميع مشاركاته هي تقريبا نفس الظروف المتواجدة خلال يعني مشاركات المنتخب الوطني في مختلف الكؤوس الإفريقية. هذا تربية بيوت الرذيلة برو ماكس. هذا واحد من أقدر ما أنجبت الجزائر. راهو بطبيعة الحال ذهب في إطار مع الوفد الجزائري، وراكم تسمعوا في الكلمات عادي، كل شيء عادي مثل ما كان، رغم أنه في كل دورة في كأس إفريقيا كان يشتكي المنتخب الوطني من الفندق، من الاستقبال، من الإقامة. عمرهم ما شافوا فندق في المستوى تاع الفندق اللي راهم فيه. مع العلم أنه إحنا لما جاو المغاربة عندنا هاو الاستقبال، باش ما ننساوش، تتذكروا الصور هذه تاع نهضة بركان كيف استقبلوا
ورماوهم في بهو يعني في المطار. راكم تشوفوا هنا اللاعبين تاع نهضة بركان. هل الاستقبال هذا عادي؟ كل شيء عادي، رغم أنه الاستقبال غير عادي، معناتها استقبال في المستوى. الفندق يعني كيف هي ظروف الإقامة فندق لا وجود لمثيل له في الجزائر. يعني الفندق و ملعب التدريبات، وأيضا كيف هي الأجواء هناك المناخية بمدينة أرباط؟ جو بارد نوعا ما كمان. راكم تشوفوا في الفندق من احسن الفنادق بطبيعه الحال الموجوده في المغرب، وهو كالحال كل المنتخبات. كل المنتخبات في فنادق ولا اروع، ولو انه هذا خاص نوعا ما، لانه حتى لي فيو يعني حتى الاطلاله من الجانبين يعني ولا اروع، يعني مستوى ولا في الاحلام. مع العلم انه منذ سنوات كنا نلعبوا كاس افريقيا في الطوغو، تتذكروا نهار الحادثه هذيك تاع اطلاق الرصاص وغيرها من الامور. تعرفوا القضيه تاع اللعب في ادغال افريقيا كيف تكون، دائما ما كانوا يشتكيوا من الظروف هذه. اليوم راك تلعب في ظروف اوروبيه، وكانك في اوروبا، وكانك في المانيا او فرنسا، معناتها كل شيء في المستوى، خصوصا الرباط صراحه يعني المستوى ولا اروع. لكن شوف القذارة وشوف تربية بيوت الرذيلة كما أقول دائما. معناتها الحالة الشاذة الوحيدة، الكل سعيد، الكل فرحان، الكل يقول لك راح تكون كان استثنائية، الكل يقول لك كل الظروف موفرة، إلا منتخب واحد. منتخب واحد ووحيد، حالة شاذة وحيدة. حتى من جانب المناصرين، وهذه القضية اللي ربما أردت الإشارة إليها، نريكم أيضا القذارة التي ستعيشونها يعني في الأيام القادمة. الناس رايحين إلى كأس إفريقيا، وتشوفوا القذارة اللي أرسلها النظام الجزائري متمثلة في بعض ما يسمى المؤثرين وغيرها. أنا قلت لكم حتى من قبل كأس إفريقيا أنه هناك محاولات حتى مع فرض التأشيرة، هذه ربما القضية تم التحكم فيها إلى حد ما، لكن بطبيعة الحال جزء كبير، لا أقول الأغلبية، لكن جزء لا بأس به، سيكون دورهم كارثي بطبيعة الحال، سواء في القذارة في الشوارع، في الملاعب، سواء لمحاولة التشويه أو الرسائل الخبيثة. هذا واحد من المؤثرين الموجودين في المغرب. انت تقول السيد رايح مباريات كأس إفريقيا، الناس فرحانة، لا سياسة لا أي شيء، الناس كامل جاية تلعب كرة القدم. لو تشوفوا هنا ما يرتديه هو العلم الجزائري ومعه الشال تاع فلسطين. الجزائر وراح نمشي به في الرباط، وراح نشوف ردة الشعب المغربي كيفاش تكون كي يشوفوني لابس الشال تاع الجزائر. وهو الشال ماهوش تاع الجزائر فقط، الشال مكتوبة فيه فلسطين. حتى من بعد السخونة والنظام الجزائري وأنصاره يقول لك الشعب المغربي راه مع القضية الفلسطينية، وراه ضد القرارات تاع المغرب في قضية تطبيع ما التطبيع، وتدخل فيها الخلطة بطبيعة الحال، لأنه الناس هادو ما رايحينش حتى يعطيك الصورة هذيك تاع خاوة والمحبة بين الشعب الجزائري والشعب المغربي، لأنه بطبيعة الحال هذه كأس إفريقيا، لا قضية فلسطينية، لا قضية لا أدري ماذا. الناس راح تلعب كرة القدم، راح تفرح، راح ترقص، راح تتآخى، راح الجو إفريقي، مع علاقة الشال تاع فلسطين، وتقول نروح نشوف كي ردة فعل المغاربة على الشال تاع فلسطين، باش من بعد يقول لك هم المغاربه راهم ضد القرارات تاع بلدهم وغيرها من الترهات. معناتها حتى من الجانب الشعبي القضيه ماهيش عفويه، معناتها هناك امور يتم، وانا نقولها للناس خصوصا في المملكه المغربيه الشقيقه، كل واحد يحكم دارو، كل واحد يستقبل عائلته فقط، ما يبداش هذيك تاع نستقبل فلان وخاوتي وندخل للديار، لأنه هناك ناس جاية بنوايا جد خبيثة. راني نقولها لكم من الآن صراحة، وراح نشوفوا في قادم الأيام. أصلا
شفت مثلا ولو أنه السلطات صراحة في المغرب جيد أنه لا أدري إذا كانت صدفة أم كان اختيار، لكن أنه المنتخب الجزائري في الرباط بطبيعة الحال مدينة جد مؤمنة جد محصنة، ما تكونش إشكاليات. بمناسبة تدشين المكتب القضائي الخاص بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام لاطي أن إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لمباريات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم يهدف إلى ضمان معالجة سريعة وفعالة للمخالفات. معناتها أنه في سابقة يعني كأس إفريقيا هذه راح يكون فيها بطبيعة الحال على شكل محاكم مصغرة داخل الملاعب، معناتها لما تكون تجاوزات، لأنه هناك أكيد استباق لبعض الأمور، لأنه لا يمكن التحكم في من يأتون في الجزائر. معناتها هناك ناس يريدون مشاهدة مباريات في كرة القدم، لكن هناك فئة لا بأس بها الغرض هو آخر. لهذا أنا بلغت قبل كأس إفريقيا، وأبلغ الآن ساعات قبل القضية، كل واحد يحكم داره، يعني نصيحة لمصلحة الجميع. إنسان ما عندوش وش ياكل جاي، لأنه الجزائريين تعرفوا الظروف تاعهم، القدرة الشرائية للجزائري ما تسمحلوش مثلا أنه ربما ياكل ويشرب في المغرب ويشاهد مباريات تاع كأس إفريقيا. معناتها كثير من القادمين راحين يلقاو نفسهم في الشارع، ربما ما عندهمش أكل، عندك خبز في البيت ولا حاب دير صدقة تصدق، لكن ما تدخلش الناس لبيتك، وخليونا من الأمور هذيك اللي ربما راح تتطور إلى أمور جد خطيرة. هذه نقولها لا يعني لا يفرحني قول هذا، لكن هناك فئة لا بأس بها من تنقلوا إلى المغرب، غرضهم ليس مشاهدة كأس إفريقيا، وغرضهم ليس الفرحة مع المغاربة، وغرضهم وراني كنت نوري لكم في عينة حتى هادو المؤثرين راو رسالات خاوة في الخارج، لكن في الباطن راهي قضية أخرى. لما تلقى واحد بالشال تاع فلسطين راهو المقصود أمر آخر كليا، راهو المقصود يقول لك باللي انت راك ضد القرارات تاع بلدك ويدخل فيها السياسه والتطبيع ما التطبيع وتبدا القضايا، وراكم تشوفوا راني وريت لكم عينه جد جيده. فيعني الاحسن انه الانسان يتجنب. انا اظن انه ان شاء الله يعني الامور راح تسير بشكل جيد. قلت لكم في الرباط الامور مضبوطه، كل شيء في مكانه، لكن مهما كان هناك فئه الغرض، وراكم تشوفوا كل البلدان كلها دون استثناء، حتى البلدان اللي ربما عندها عداء، أنغولا مثلا موجودة إشكالية سياسية مع المغرب، بعض الدول الأخرى، لكن الناس كامل جاية تفرح جاية ترقص. لي فانزون اللي داروهم يعني في المستوى ولا أروع، كل شيء في مكانه. الشيء الوحيد اللي يطرح إشكال هو النظام تاع تربية بيوت الرذيلة، والفئة من الأنصار الذي تم إرسالهم بطبيعة الحال لأغراض أخرى لا علاقة لها لا بكرة القدم لا بتشجيع المنتخب الوطني، وزيد الشحن الإعلامي هذاك. اليوم المنتخب الوطني يقلع نحو البلد المنظم لتنظيم هذه المنافسة، وسيأدوار الأولى في هذه الدورة وهم منتخب البلد المنظم، المنتخب السنغالي والمنتخب المصري. منتخب البلد معناتها ذكر اسم المغرب أو المملكة المغربية ممنوع في القنوات الرسمية والقنوات الخاصة، باش تشوفوا الشحن الحقد، وهذا الحقد اللي موجود منذ 1962 ويتم تغذيته. احنا في الاصل نفرحوا كاس افريقيا في المغرب، راح تكون كاس افريقيا ولا اروع. المنتخب الوطني راح يكون عنده ظروف من اجل تحقيق نجاح، لانه اللاعبين تقريبا في اغلبهم جاءوا من اوروبا، معناتها لما يلعبوا في ظروف اوروبيه راح تكون عندهم فرص من اجل انهم يحققوا الاحسن. لا، احنا نشحنوا مثل ما شحناهم في كأس العرب، راكم شفتوا ضد الإمارات، معناتها حتى خسروا المباراة. يعني الشحن هذا، الحقد، تغذية الحقد هذه، شوف يعني وين وصلت الآن، أنه قبل المنافسة خلاص خرجت من الإطار فيما يخص الجزائر. الباقي وتعرفوا أنه راني قلت هذيك المرة وربما ناس
آخر مرة خرج فيه الجزائريون يحتفلون في الشوارع بسبب كرة القدم، المغاربة خرجوا لما حصلوا على كأس في العالم لأقل من 20 سنة، لما حصلوا على كأس العرب ولو أنه ما كانش اهتمام كبير، لما في القضية مثلا تاع القرار تاع مجلس الأمن. الجزائريين آخر مرة خرجوا للشوارع كان من أجل الاحتفال بخسارة المنتخب المغربي ضد جنوب إفريقيا في كأس إفريقيا السابقة، وتقدروا ترجعوا للقضية جونفي 2024 إن لم أكن مخطئا. تتذكروا لما خسر المنتخب المغربي في الثمن النهائي ضد جنوب إفريقيا، آخر مرة خرج الشعب الجزائري وجزء من خرجوا يحتفلون وقتها ويقولوا خطابات عنصرية راهم اليوم في الرباط. لهذا قلت لكم الإشكالية راهي معقدة جدا. الحقد، الشحن هذا الإعلامي، البروباغندا تاع النظام الجزائري شئنا أم أبينا عندها اليوم تأثيرات وعندها تدخلات لدى المناصرين الموجودين اليوم الذين تم شحنهم، تم تغذيتهم، وربما هذو بعض ما يسمى المؤثرين اللي راهم في مهمة قذرة. مع انت راك مركز في كرة القدم، لكن الناس هادو مركزين في امور اخرى. لكن صراحة الجانب الايجابي لهذا شيء ارتأيت اليوم انه نقدموا ايضا الصورة. شفنا المنتخبات، شفنا الفرح قبل الانطلاقة تاع كأس افريقيا هذه اللي لا اشك انها ستكون نجاح كبير، هي بمثابة التحضير ايضا لكأس العالم 2030 الذي ستحتضنه المملكة المغربية. المنشآت في المستوى، كل الظروف في المستوى، حتى شفت في فاس مثلا على ما أظن المنتخب التونسي راح يكون في فاس، يعني كل شيء يعني في الطريق الصحيح. قلت لكم أمر نقطة سوداء وحيدة هي المنتخب الجزائري، هي النظام الجزائري، وهي فئة من المناصرين الجزائريين، وفئة لا بأس بها. راح تكون ربما هي الإشكالية فقط النقطة السوداء، لكن كأس إفريقيا أكيد أنها ستكون في المستوى. للأسف هذه ربما الصور على ما أظن من فاس حتى الحافلات، يعني كل شيء في المستوى صراحة. هنا تشوفوا أسطول في الحافلات الذكية اللي الآن دخلت إلى مدينة فاس بالتزامن مع الانطلاق تاع انطلاق كأس إفريقيا. يعني قبلها هناك التحضيرات، يعني كل المدن اللي ستستضيف هذه المنافسات، لي فان زون، عدة مناطق يعني تاع المناصرين في كنت نشوف في مراكش، موجودة في الرباط، كل شيء في المستوى، كل شيء في المستوى، وأكيد راح تكون نجاح كبير. وللأسف مرة أخرى النظام الجزائري أو نظام تربية بيوت الرذيلة يبقى هو النقطة السوداء في المنطقة، سرطان شمال إفريقيا. ما كانش عبارة واحدة أخرى، سرطان شمال إفريقيا، وسرطان اللي سيحاول وأظن أنه لن ينجح، يعني سيحاول نخر هذه كأس إفريقيا، ولكن كل المؤشرات راح تكون كأس إفريقيا في المستوى رغم المحاولات تاع النظام الجزائري وانصاره. اشكركم جزيل الشكر. ما تنسوش التفاعل بالاعجاب، تشاركوا البث، اللي ماشي مشتركين الحراقه الالكترونيين سويوا وضعيتكم واشتركوا في القناه، رانا قربنا من 200,000 حتى ما تكونناش اشكاليات. تعليقاتكم اسفل الفيديو مهمه جدا للخوارزميات. اشكركم جزيل الشكر. تربيه بيوت الرذيله راهم يشتموا في التعليقات كالعاده، لانه لا يعجبهم انه يشوفوا مثلا نجاح في المغرب، عقده كبيره. اصلا كاس افريقيا 2025 تعرفوا النظام الجزائري الان يشوف فيها ويقول لك كنا نحن نريد اننا ننظم كاس افريقيا لكن حرمنا منها. وتتذكروا لما سحبوا الملف في اخر الدقائق لما عرفوا بأن المغرب هو من سيحصل على شرف تنظيمها، وكان قرار حكيم وسليم لأنها راح تكون أحسن كأس إفريقيا في التاريخ. أشكركم جزيل الشكر، ليلتكم سعيدة، وملتقانا في قادم الساعات أو قادم الأيام.